إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شيء محزن، شيء بصراحة يعني يحزن. أنا بس عايز أتكلم على كل الإعلاميين وكل النقاد وكل المحللين اللي قاعدوا يقول لك كولر كولر كولر. أقسم بالله كولر متفرج على الفرقة دي. كولر لو اتفرج على الفرقة دي أقل حاجة يلعب على أقل خط عندهم اللي هو الخط الدفاع وحارس المرمى. انما الراجل ده انا قلت قبل كده انتوا عمالين تنفخوا كولر، اقسم بجلاله الله ما عنده فكره. خلينا بقى واضحين بقى، يعني المدرب الكبير اللي بيبان في الماتشات الكبيره دي ده لا قرا الفرقه لا شاف الفرقه لا اتفرج عليها. طب احنا قلنا الماتش الاولاني لازم تاخد منه موعظه وعبره. الماتش الاولاني انت بتلعب على ارضك ماشي وعايز تكسب وانت خسران الهلال والكلام ده ما عندناش مش كده. طب الماتش الثاني ده انا راجل امبارح بقول لك العب قفل دفاعاتك، انت مش قد الفرقه دي، انت فنيا مش قد الفرقه دي، بدنيا مش قد الفرقه دي، في الجو ده مش قد الفرقه دي. انت عارف نجم المباراه عندك كان مين؟ بيرسي تاو، عشان واخد على الجو ده، هو الوحيد اللي كان في حالته النهارده، هو نجم فرقه النادي الاهلي النهارده. انما انت تشكيلك بصراحه يسد النفس، يخلي الواحد يرجع. اولا تشكيل نمطي جدا ما فيهوش اي حاجه، لا تكسب ولا يعني مش هتكسب بس تخسر. يعني انت التشكيل اللي انت بدات بيه ده تخسر بيه وما تكسبش بيه ابدا. دي رقم واحد. رقم اتنين، انت شايف نص الملعب مهلل، الديفنس مهلل، لازم اضيق المساحات. طاهر محمد طاهر ده ايه عشان تبدا بيه؟ القندوسي ده ايه عشان تبدا بيه ماتش زي ده؟ يعني انت مش شايف الكلام ده؟ مش حاسس بالكلام ده؟ ده احنا عمالين ننبهك ونقول ماتش صعب. ده الكلام ده من بعد الماتش الاولاني. لازم تكون عملت حساباتك. انت شكلك كده ليه؟ انت يعني انا ما اعرفش مين اللي جابك. يعني بصراحه اللي جابك ده لازم يتحاكم، واللي جاب فيتوريا لازم يتحاكم، واللي جاب فريرا لازم يتحاكم. على الاقل فريرا خد بطوله ولا بتاع ده. يعني انا مش عارف يعني هل الراجل ابو 3 جنيه بتاع صن داونز ده اعلى منك؟ اللي انت جايب بملايين الدولارات، يعني بتاع صن داونز ده اللي هو تلاقيه بياخد مثلا 7 جنيه ونص في الشهر، فكره يبقى اعلى منك؟ ده تبقى فضيحه. عشان كده احنا بنقول الاهلي والزمالك ومنتخب مصر والله عندنا لعيبه والله، بس ما عندناش مدربين. احنا ينقصنا المدربين. بص الفرقه بتلعب ازاي، سهل ممتنع يا راجل. ده 80 في استحواذ 80% وانت 20، انت بتجري وراهم. الشوط الثاني بعد ما هم كسبوا الشوط الاولاني 3 رأفوا بحالتك، بيلعبوك باقل مجهود. عارف يعني ايه باقل مجهود؟ وساعه لما قرصوا عليك جابوا جونين تانيين. يعني الشوط الاولاني طبعا 3، الشوط الثاني جابوا جونين لما انت جبت جون فيهم واستفزتهم بتاع بيرسي تاو، قاموا دايسين عليك جابوا جونين وبيلعبوك باقل مجهود وسابوا لك الاستحواذ وسابوا لك ما داسوش زي الشوط الاولاني. ده لو داسوا زي الشوط الاولاني كانت النتيجه بقت 6 و7 و8. انما هم سابوك يعني رأفوا بحالتك، رأفوا بحاله النادي الاهلي وجماهيره وكده. نفسي اعرف بقى الادارات هنا فين؟ يا اداره النادي الاهلي ويا اداره نادي الزمالك، انتوا بتجيبوا الناس دي بناء على ايه؟ بتجيبوا المدربين دول بناء على ايه؟ بتجيبوا اللعيبه المحترفه دي بناء على ايه؟ هو ده انت النادي الاهلي زعيم افريقيا، زعيم افريقيا. لما تسلم دقنك لراجل زي ده 5 و4 و5 في افريقيا، يعني انت مثلا كنا بنقول ايه؟ ريال مدريد عادي، قلنا بعد كده فلامينجو عادي، مع ان دي مدرسه ودي مدرسه، بس قلنا عادي، دي 4 وده 5 ما فيش مشكله يا عم، ما عندناش مشكله، واخد بالك؟ لان دول الدوري يعني بيلعبوا في الدوري الاوروبي واحنا مش هنضاهيهم ولا كلام. بس هنا في افريقيا وتشيل 5 باقل مجهود، وانت مالكش شكل ولا لون ولا طعم ولا فنيات ولا تكتيك. التم الراجل ابو 7 جنيه بيعمل جمل في نص الملعب بالتحركات. ده عندهم الديفنس اقسم بجلاله الله خرابه. ده الجون الاولاني اداهولك، الجون الثاني بيرسي تاو بيرقص. يعني ده يعني لو انت استغليت حته زي دي، بس انت للاسف قاعد واقف على الخط بس فالح لي بس عمال ايه ايه يا ابني؟ انت بتكلم سمك؟ انت بتنادي على حمام عمال تصفر لهم؟ حاجه اقسم بجلاله الله تحزن. ويجي يقول لك بقى النقاد يقول لك ايه، وكل المحللين وكل بقى الجهابزه يقول لك احنا ما عندناش لعيبه كوره. لما انت ما عندكش لعيبه كوره، امال لعيبه الاهلي دي اللي بملايين دي جايبها ليه؟ انا معاك ان انت جايب لعيبه محترفه اقسم بجلاله الله ما تسوى 3 جنيه. في لعيبه في مصر هنا احسن منهم، في لعيبه هنا في مصر احسن منهم، بس عشان جاي النادي الاهلي لازم كله يعظم وكله خايف. بتخافوا ليه من النادي؟ بتقولوا صفقه وحشه، مدرب وحش، قولوا الكلام ده. انما لا، طالما النادي الاهلي جايبه يبقى كله مولانا وبطيخ مولانا ولازم تتمجد في الاداره.
الاداره فاشله في الحته بتاعت اختيار سواء اللعيبه المحترفه او اختيار المدربين. سواريز، موسيماني، برغم ان هو هتقول لي ده حقق بطولات، بس مش دولت اللي يمسكوا النادي الاهلي. النادي الاهلي ده زعيم افريقيا، نادي الزمالك ده زعيم افريقيا. احنا المفروض ان احنا احسن ناديين في افريقيا. تروحوا تجيبوا مدربين ما عندهمش فكره وتعملوا لهم اسماء ويجوا يمرمطونا المرمطه اللي احنا متمرمطينها دي. انا بقول لك يعني ريال مدريد ماشي، 4 من فيليمانكو ماشي، ما عندناش مشكله. انما في افريقيا هنا خمسه وشكلنا وحش وشكلنا بنشحت كوره. لازم نقتنع ان الفرقه اعلى مننا. ليه؟ لان احنا ما عندناش مدرب، ما عندناش شكل، ما عندناش طريقه، ما عندناش فلسفه بنلعب بيها. ما هو ده لما انا كنت بقول تاكيس جونياس يمسك منتخب مصر ويمسك الانديه الكبيره دي، هيعمل لك شخصيه، مش هتعمل فيك اللي بيتعمل فيك. تيجي دلوقتي جماهير الاهلي او جماهير الزمالك يقول لك ايه؟ مين تاكيس ده؟ ده ما خدش بطوله يا بس مش هيخليك تنيم اي فرقه من افريقيا بدري. يعني من قبل المغرب، مش من المغرب، من قبل المغرب. لان عنده حته ان الاستحواذ والرؤيه. وخلي بالك ان واحد زي ده ينجح جدا مع نادي جماهيري، لان الجماهير هتفرق كتير قوي معاه، مع كورته، مع فكره، يوديك في حته تانية. انما انتوا بتروحوا تجيبوا مدربين، ده كولر وكتاب الله ده اللي في الدرجه الثالثه احسن منه. ده ما بيعرفش يغير، ده مقتنع بطاهر محمد طاهر، ده مقتنع برامي ربيعه. وعايز تكسب افريقيا؟ تعالى قابلني، تعالى قابلني. ويطلع بقى الجهاز النهارده ايه؟ هيقول لك اللعيبه السبب. اللعيبه ما بتاخدش حاجه، اللعيبه ما بتعملش حاجه، اللعيبه ما بتتمرنش على حاجه عشان تنفذها. النهارده الجون الاولاني ضغطه من بيرسي تاو اللي هو نجم المباراه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. هم طبعا الفرقه الثانيه كلهم نجوم ما عدا الديفنس وحارس المرمى، انما نص الملعب بالفيرود كلهم نجوم. انت عندك بيرسي تاو الوحيد اللي كان نجم، وشويه علي معلول وقفشه لما نزل. حتى احمد عبد القادر طبعا بعد الاصابه مش فايق. واخد بالك؟ الناس دي لو هي بتتمرن على حاجه معينه هيبقى النادي الاهلي في حته ثانيه ونادي الزمالك ومنتخب مصر. انما المشكله ان انت بختك يا اخي تلعب وخلاص وحط التشكيل وخلاص. انتوا رحتوا جبتوا القندوسي ده بناء على ايه؟ عشان بقى يعني ويلعب النهارده ماتش زي ده ازاي؟ وتمشي واحد زي زياد طارق ومصطفى ميسي واللعيبه اللي هي اصلا جايه لك ببلاش، جايه لك يعني بولادك. انت جايب مصطفى ميسي ب 20 مليون، مشيته ليه؟ والله احسن من القندوسي ده. القندوسي ده تحس ان هو متكتف، يعني زي ما يكون مثلا واحد عامل له عمل بيجري كده، يعني سبحان الله يعني. المهم يعني فانتوا بتجيبوا صفقات لازم يسال عنها الاداره والمدير الفني. ده سواريز السنه اللي فاتت والسنه دي اهو اللي اسمه كولر. هتقول لي اصل خد بطوله السوبر واحنا ما بنشطرش على بعضينا. احنا عايزين افريقيا، عايزين كاس عالم للانديه بقى. ما احنا دوري عادي اي حد ياخده وكاس اي حد ياخده. انما انت دلوقتي في افريقيا ورحت كاس العالم مرمطت، جبت دقننا الارض وقلنا ماشي عادي ده كاس عالم واحتراف ولاعيبه وفروق فرديه وكل الكلام ده. احنا مقتنعين بالكلام ده، واخد بالك؟ انما حتى في افريقيا اللي هي بتاعتنا او ان احنا اسيادها من ايام الله يمسيه بالخير ويديله الصحه كابتن حسن شحاته، اللي هو يعني علم على كل افريقيا. والاهلي كان معلم والزمالك معلم عليهم. نيجي دلوقتي يتعلم علينا؟ يبقى احنا اللي ملطشه، يبقى احنا اللي بالشكل المنيل ده. وتقولي لي كولر لا، ايه رايك في كولر؟ ما عندوش فكره والله، لا هو ولا فريرا ولا اللي اسمه فيتوريا راخر، ده لسه ايامه سعوده راخر. ده احنا هنشوف ايام طين. وتيجي يطلع الجهاز لا اللعيبه، يعني النهارده في الاستوديو التحليلي بتاع بين سبورت يقول لك ايه؟ لا اللعيبه خذلت المدرب. اسفقس على كده. ده المدرب عليا الحرام الدين هو اللي يشيل النتيجه من اولها لاخرها. هو مين اللي لعب طاهر محمد طاهر يا ناس يا قاعده اللي بتقولوا كلام خايفين من الاداره؟ خايفين. اللعيبه احسن لعيبه في افريقيا لعيبه النادي الاهلي، بس عايزين مدرب. لعيبه الزمالك عايزين مدرب، لعيبه منتخب مصر عايزين مدرب. المدرب اللي هو يمسكك كوره ويخلي عندك شخصيه ويخليك انت اللي راكب الجيم. النهارده انت اللي بتجري ورا، انت اللي بتشحت كوره النهارده. وفي كل مع المنتخب ومع الزمالك في بعض الماتشات بتشحتوا كوره. وتيجي تقول لك اصل احنا ما عندناش لعيبه. لا عندنا لعيبه، بس للاسف ما عندناش مدربين وما بنعرفش نجيب مدربين. حتى المدربين اللي جالنا مره فايلر مع تاكيز جونياس احنا بنطفش ويقول لك لا دول ما لهمش اكل عيش. يعني كولر له اكل عيش، فيريرا له اكل اللي هو اصلا عنده 88 سنه. ده انتوا اقسم بالله خنقتونا. بتجيبوا الناس دي بناء على ايه؟ الاختيارات دي بناء على ايه؟ انتوا زهقتونا. انتوا مش عايزين نقول لفظ تاني، مش عايزين نقول لفظ تاني. اعدلوا بقى واستقيموا ويرحمكم الله. السلام عليكم.